في لحظات في حياتك بتشوف فيها حاجة ما ينفعش ترجع تشوف بعدها الدنيا زي الأول. وحلقة النهاردة من بوك بايتس بالعربي عن رواية بتبدأ بلقطة وتنتهي بانكشاف عالم كامل. رواية فيرتيجو لأحمد مراد. أنا مالك، ودي مش حكاية حب ولا وجع، دي حكاية كاميرا صورت جريمة، وكل حاجة بعدها خرجت عن السيطرة. الرواية بتحكي عن مصور اسمه أحمد كمال، شغال في واحد من أكبر الملاهي الليلية في القاهرة. ليلة عادية، ناس بترقص، ضحك عالي، كؤوس بتتخبط في بعضها، بس في ثانية واحدة الرصاص بيتكلم. أحمد بيكون هناك بيصور، وهو بيصور بيشوف اللي محدش شافه. رجال أعمال كبار، ناس وراهم مصالح وسياسة، اتقتلوا قدامه وشوشهم اتحفرت في الكاميرا. من اللحظة دي أحمد ما بقتش حياته ملكه. الراجل اللي كان بيهرب من كل حاجة لقى نفسه مطارد من الكل. اللي كان بيستخبى ورا الكاميرا بقى لازم يواجه الحقيقة ويقرر هيخبي الصورة ولا يواجه بيها مجتمع كله فاسد. كل الناس اللي حواليه بقوا خطر، أصحابه، شغله، حتى الشارع. الرواية بتتخلى جوه كواليس طبقة غنية جدا، متغلغلة في كل حاجة، بتتحكم، بتغطي على نفسها، ولو لزم الأمر تقتل. اللغة سريعة، فيها توتر حقيقي، وكل مشهد معمول كأنه لقطة سينما، متتابع، مضغوط، بيخنقك مع البطل، يخليك تبص وراك وانت بتقرأ. أحمد مش بطل تقليدي، مش جامد، مش بيضحي. هو بيخاف، بيتلخبط، بيغلط، بس مع الوقت بنشوفه بيكسر الخوف، بيواجه. رغم انه فقد كل حاجة، حتى الشخص اللي حبها، قرر يكمل. وحدة من أقوى جمل الرواية لما بيقول إنه بيخاف بس هيكمل. ودي الفكرة، الشجاعة مش إنك ما تخافش، الشجاعة إنك تتحرك وإنت خايف. فيرتيجو مش رواية عن جريمة، دي رواية عن طبقة كاملة عايشة جريمة ومش حاسة، عن ناس الكلمة بتقتلهم والصورة تفضحهم، عن شخص بسيط قرر إنه ما يسكتش. أنا مالك، ودي كانت الحلقة 7 من بوك بايتس بالعربي. رواية عن الخوف، عن الصورة اللي ما ينفعش تتحذف. استنوني في الحلقة الجاية، يمكن الحكاية المرة دي تكون عنك. سلام.